نهاية تطبيقات التوصيل قريبة. اوف ابو دخيل صعد ترك. عزيزي المشاهد، اي علاقة تكون غير متكافئة بين الاطراف لا يمكن انها تستمر. 2012 هذه السنة اللي شهدت اول تطبيق توصيل يولد في المملكة العربية السعودية، هنجر ستيشن. المؤسس السعودي البطل ابراهيم الجاسم خذ المخاطرة وقرر انه يبدأ 50 تطبيق توصيل طلع بعد هنجر ستيشن. طبعا هذا غير التطبيقات اللي طلعت وطاحت. الان خلينا نسوي زوم خفيف على تطبيق التوصيل. ترى تطبيق التوصيل مو بشاشة، ترى تطبيق التوصيل ورا في شركة قاعدة تشتغل، موظفين، شركات لوجستية، فريق تسويق الى اخ. وزي ما نعرف كلنا ان تطبيق التوصيل ما عنده الا مصدر واحد للربح، واللي هو نسبته اللي ياخذها مع المطعم. ولان على مرور السنوات الشركة اللي تملك تطبيق التوصيل ترتفع تكاليفها، بالتالي تضطر انها ترفع ربحيتها، ترفع نسبتها على المطاعم حبة حبة. طيب المطعم المسكين ارتفعت عليه النسبة من 12-14% الى 25 و30% مع التعويضات والخصومات اللي يعوضون فيها العميل. هو مسكين طبعا، يلقاها من التطبيق ولا من الايجارات اللي ترتفع عليه ولا من الهدر اللي يصير عنده، بتتراكم عليه الدنيا. الحل اللي قدام راعي المطعم يرفع السعر على العميل. الان العميل اللي كان ياخذ الوجبة ب30 ريال ياخذها ب89 ريال. كل مرة يطلبه متحسف وجواه يقول يلعن ام النتفة. العميل يا عزيزي في آخر كم سنة صار واعي ماليا. بدايتها قبل لا يطلب يطلع بين التطبيقات ويشوف الأرخص، وبعدين صار يقول يا حبيبي أروح أنا أستلم أحسن لي. مع الوقت تقل طلبات التوصيل للمطعم، فتصير النسب اللي يأخذون التطبيقات غير محرزة ولا تكفي تكاليفهم. كنتيجة ترتفع عليهم الأعباء وتطلع التطبيقات من السوق. فأنت يا مطعم بالنهاية ما في مثل أنك ترجع عميلك لك وتوفر له طرق مريحة يستلم فيها طلبه. منيو إلكتروني محطوط في جوجل ماب، يدخل يطلب ويجي يلقى طلبه جاهز، أو يحط رقم لوحته وسيارته يطلع على العامل الطلب للسيارة. نظام ولاء ذكي، كل ما زادت طلباته تقدر تعطيه نقاط وتعطيه منتجات مجانية، كذا راح يدمن. كل هالشيء مع إدارة مخزون وكاشير ذكي تقدر تتابع مبيعاتك أول بأول. هالشيء اللي أنا وثلاث شباب زي الورد لنا سنتين نبنيه ونطوره عشان نساعد المطعم يزيد مبيعاته ويرجعون عملائه له. 99 ريال بدون أي نسب تؤخذ زي ما يأخذون تطبيقات التوصيل. تواصل وازهل.